وبعدين؟ ما خلاص انا زهقت وتعبت من اللي انت بتقوليه. خلاص يا ستي اعملي اللي تعمليه. انا راضي باي قرار هتاخديه، انا موافق عليه. ما خلاص ما عادش في كلام تاني يتقال. يلا يلا وبعد اذنك عشان عندي شغل. يلا مع السلامه. مالك يا عم؟ صوتك جاي داخل العمارة ليه؟ يا اخي والله العظيم اتخنقت. دي حاجه بقت تحرق الدم. هيجي عليا يوم اولع في نفسي عشان ارتاح. يا عم اهدى وصلي على النبي في قلبك كده، مالك؟ عليه افضل الصلاه والسلام. دي حياة؟ في ايه؟ ايه اللي جد؟ مفيش جديد، نفس الموال اللي انا فيه. انا ما بقتش عارف اعمل ايه. يا عم استهدى بالله كده وقول لي في ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. عارف يا حامد، انا بقيت لما ببص لنفسي في المرايه ما بعرفنيش. مش ده الشخص اللي كان نفسي لما ابص في المرايه اشوفه، ولا دي الحياه اللي كان نفسي اعيشها. يمكن ظروف الدنيا كده، يمكن، مع اني والله العظيم عمري ما جبت الحجه على الظروف. دايما راضي بقضاء ربنا وبحكمه، واللي كاتبهولي بحمده عليه. بس يمكن ظروفي كده، من وانا صغير قالوا لي ان العلام هيخلي ليك قيمه وسط الناس. قلت حاضر، ذاكرت واجتهدت. اخي انا كنت بطلع من الاوائل. رجعوا تاني قالوا لي شهاده الجامعه بقى. امنت، اتخرجت من الجامعه معايا شهاده قد الدنيا، ولا ليها اي 30 لازمه. قلت يمكن الشغل هو اللي ممكن يخرجني من الهم اللي انا فيه. صفصفت على ايه بقى؟ عاطل ب2000 جنيه، عبد، وبرضه حمدت ربنا وشكرته. انا جاي مش لاقي، انا احسن من غيري بكتير. ودورت على شغلانه تانيه تسد مع الاولى، واديني معاك اهو. يا ريت الشغلانتين محصلين حتى تمن مواصلات. انا حارم نفسي من كل حاجه. انا شكل الشارع ما كنتش عارفه. انا بروح انام عشان اصحى لشغلانه وارجع تاني عشان اعيد نفس اليوم. انا عايش في دوامه كبيره ما بتخلصش، ويا ريت ده كله جاي بفايده. طب ما دي سنة الحياة. طبيعي ان احنا ننزل ونشتغل عشان مستقبلنا وحياتنا، عشان نتجوز. حتى دي انا مش عارف اعملها يا مؤمن. ده انا مش عارف اخد خطوه واحده في الموضوع ده. اصلي هروح لاهلها اقول لهم ايه؟ هروح لهم بايه؟ انا مين؟ انا عارف انها بتحبني وعارف انها شرياني، بس لحد امتى؟ سيرها الكلام اللي عندها هيخلص، كل الحجج اللي عندها هتروح، وقتها مش هقدر الومها ولا هقدر حتى اعاتبها. العمر بيجري، وهي من حقها برضه تتجوز، تعمل اسره وبيت. يعني هي لو فضلت مستنياني دلوقتي سيرها هتزهق وتتعب، وانت جاي تقول لي نتجوز؟ انت مش عايش معانا في الدنيا ولا ايه؟ اه، انت متجوز ومخلف، مش فارقه معاك.
بقول لك ايه، كده كده الكلام ما منوش فايده، هي كده كده خربانه خربانه. يمكن انت شايف حالي احسن. مش علي بيبص لحامد، ده العزاب بيبص للمتجوزين. هو انت فاكرك مننا متجوزين خلاص فلتنا من الهم؟ تعرف ان احنا بنحسبكم، والله العظيم بنحسبكم. انت يوم ما هتبطل شغل وهتقعد في البيت يوم 2 10 هترجع وهتنزل الشغل تاني اول ما يقرصك الجوع، وساعتها هتبقى بطولك. انما اللي زي يعمل ايه؟ اللي زي لو ساب الشغل اللي في رقبته هم اللي هيموتوا من جوه. طب نصحى وننزل ونحط الجزمه في بقنا عشان نرجع بحاجه اخر، نترمي بعدها على السرير واحنا عظمنا نتكسر ولا نشيل همنا لحد. هو احنا في ايدينا ايه غير نقول يا رب، يا رب ارزقنا بالحلال. فرجه قريب، بس انت قول يا رب. يا رب. وبعدين يا عم على رأي المثل، انت شايل هم بكره ليه؟ ما ممكن بكره ما نكونش موجودين اساسا. هو كده يا عم، فك قوم قوم قوم، يلا خلينا نشوف شغلنا بدل ما نبقى عواطليه رسمي. قوم. على رايك.